جيا يوميات واحد عراقي اتحداك اذا قدرت تطلع بالعيد تحس نفسك انت واقف بنص عالم التجديد. يعني حتى اذا طلعت اختك قالوا مو شريفه. مو شريفه؟ نعم مو شريفه. كل يرى الناس بعينه طبعه يا خليفه. هذه هي طابع افكاركم السخيفه. بدل ما تجي طار الناس روح اسبح بالليفه بلكت تروح الوساخه. نسيت الوساخه مو بجسمكم، الوساخه هي كلها بعقلكم. ثقف نفسك انت لا تلبس دور الحيوان. شنو هالاهانه؟ لا لا لا، هذه مو اهانه هذه حقيقه الزمان. فوع على عرضك بدل ما تلحق نسوان. فوع على نفسك لا تصير انسان مهان. فوع على امك اذا منقص حنان. ليش كل هذا بده يصير؟ اسلام بس بالجنسيه ما يتشرف عراقك لا تحملها للهويه. كل من رايح عن النسوان خربتوا العيد من زمان. حتى الطلعه بهالبيضه صارت كلش همنسيه. ليش كل هذا بده يصير؟ اسلام بس بالجنسيه ما يتشرف عراقك لا تحملها للهويه. كل من رايح عن النسوان خربتوا العيد من زمان. حتى الطلعه بهالبيضه صارت كلش همنسيه. كافي لو بعد الدنيا مثل الديلاب يوم نازل يوم صعد. يعني باختصار مهما تفعل راح تلاقي، واللي تأذي بالنهاية لله شاكي. ما عنده خوف لا رحمة بلا يذمة، نطف قدره أصحى استفاق. بلا تعدي بلا مسبة بلا تفاهة نبت محبة عملته انشقاق. صدرنا ضاق من عمايلكم يا خويا، شايف صاير مراهق ببطل يا بويا. استحي على شيبك لتقدك رجل حكيم، ما تدفيك الحكمة راح تكون طابع عليم. كيف راح انتو تعدوه صراطا مستقيم؟ للأسف قلوب الناس تغيرت والأعراض صارت عادي عند البعض بيهم يمثلوا استعراض. وللأسف أمة محمد هي تصير، وذا حكي الكلام الواحد قالك انت طير.